يوم عاشوراء يرتبط بمسألة مأساوية في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه خرج مع كثير من أهل البيت من أجل أن يذهب إلى الكوفة معترضا على خلافة أو بيعة يزيد بن معاوية، فكان لا يرضاه. وأما من كان هنالك من الصحابة فقد بايعوا يزيد بن معاوية حقنا لدماء المسلمين. يزيد لم يكن صحابيا وكان فيه ما فيه، ولكن كان فيه نجدة وشهامة وكان من شبان المسلمين، فلما ولي الخلافة لم ينازعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد، ولكن عبد الله ابن الزبير لم يقبل بيعته، وكذلك الحسين. خرج الحسين لأن أهل الكوفة أرسلوا إليه المكاتيب يقولون قد جهزنا لك ألوفا من البشر فأت إلينا من أجل أن ننتزع الخلافة من هذا الذي أخذها بغير حق. الصحابة لم يرضوا ما فعله الحسين رضي الله عنه، بل إنه بعد أن خرج ندم على خروجه، لأن هذا الخروج جر شرا عظيما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، جاء الحسن بن علي وهو أكبر من الحسين، جاء يتعثر في ثوبه، كان صغيرا في الخامسة يزحف نحو السادسة من عمره، وفي الوقت نفسه كان يسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يتعثر في إزاره أو في ثوب. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وذهب إليه فحمله، ثم صعد المنبر فأجلسه على المنبر وأتم خطبته بعد أن قال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله تعالى أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. لما وقع الخلاف بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وبيعة علي رضي الله عنه، وانحاز أهل الشام ناحية، وكان من كان مع علي رضي الله عنه في ناحية أخرى، وقع القتال حتى قتل علي رضي الله عنه، قتله الخوارج يتقربون بدمه رضي الله عنه وأرضاه إلى الله بزعمهم، لأن الخوارج كذلك يصنعون، لا عقل ولا فكر ولا رحمة ولا قلب، وإنما هم بلا قلوب. قتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يتقربون بدمه إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم بعد أن كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا من كان مع علي رضي الله عنه من الصحابة. ووقعت فتنة عظيمة في صفين، ثم بعد ذلك قاتل علي الخوارج وانتصف منهم، ثم قتل رضي الله تعالى عنه بعد مسألة التحكيم وما أشبه. ولكن الحسن بعد أن مات أبوه وبويع تنازل عن الخلافة، كما قال رسول الله: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وذلك في سنة 40 من الهجرة، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. الحسين رضي الله عنه لم يكن راضيا، ثم خرج، فلما قتل وقعت مأساة عظيمة في هذه الأمة. يزيد لم يكن راضيا عن قتل الحسين رضي الله عنه، ولم يأمر بقتله، ولا نكت في ثناياه بقضيب بعود كان معه، كما هو موجود في كتب التاريخ، فأكثر ذلك من الزيف الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون وضع الرأس الشريف في طست، ثم كان بين يدي يزيد فأخذ ينكت بين ثنايا الحسين رضي الله عنه. كان هناك بعض الصحابة فقال: ارفع هذا القضيب، فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الفم، هذه الثنايا، يعني يقبل فم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. فشيع لعلي رضي الله عنه من تشيع، ثم أخذوا يغالون فيه كما فعل السبعية حتى ألهوه، وجاء جائيهم إلى علي رضي الله عنه فقال: أنت. خد لهم الأخاديد وأشعلها نارا، ومن وجده من السبئيين أدخله النار. فر عبد الله بن سبأ اليهودي إلى مصر، استقبله أهل الفتنة في مصر بالترحاب، ووقعت ملاحم عظيمة، وظلت شوكة الروافض الشيعة
تغلظ وتقوى حتى صرنا إلى ما صرنا إليه اليوم. ما الذي يصنعون؟ يجعلون هذا اليوم يوم عاشوراء يوم مأتم، يضربون فيه أنفسهم بالسيوف والجنازير والسلاسل والسكاكين، ويصنعون مناحة عظيمة، مع أن أهل الكوفة، مع أن أهل العراق هم الذين أسلموا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى القتل بعد أن غدروا به، منوه بالمجيء، فلما سار إليهم افرنقعوا عنه وأسلموه لعبد الله بن زياد حتى قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسين لما قتل دفن في أرض قربلاء